بص يا صاحبي، تخيل معايا حاجة بسيطة قوي ممكن تعملها. مش هقولك روح الجيم ولا اعمل دايت يخليك تاكل جبنة قريش بس، ولا اي خطط من اللي بتتعب دي. هي حاجة واحدة بس ممكن تعملها: 30 دقيقة مشي كل يوم لمدة شهر. ايوه عارف هتقول ايه الهيافة دي؟ هو ده تمرين يا اسطى؟ انا كمان قلت كده بالظبط، بس استنى عليا لان اللي حصل كان اغرب من اللي تخيلته بجد. في اول يوم نزلت فاكرها يعني هتبقى سهلة، اول 10 دقايق عادي كأني رايح مشوار. بعد 20 دقيقة بدأت احس بنفسي، اللي هو في مجهود بيحصل، مش تعبان، بس جسمي اللي متعود على القعده بيقول لي ايه ده. اخر 5 دقايق من المشي رجلي بدات تسخن وقطنية ظهري بتقول لي احنا مش متعودين على اللف ده يا اسطى. رجعت البيت بس مش مهدود، بس جسمي كان واخد على خاطره مني. تاني يوم بتصحى رجلك تقلانه شويه، مش وجع بس حاسس انك شايل نفسك بالعافيه. بتنزل تمشي وانت اصلا مالكش نفس، عقلك عمال يزن عليك يا عم كبر خليها بكره. بس الغريبه انك بعد ما بتخلص بتحس ان دماغك راقت، كأن المشي ده غسل كل الدوشة اللي كانت في بالك. من اليوم الرابع للسابع هنا بقى بتبدأ تحس بأول تغيير بجد، مش في شكلك لا، في إحساسك. خطواتك بتبقى أخف، نفسك أطول، ظهرك اللي كان مقطوم من القعدة بيبدأ يتفرد من تاني. بتلاقي نفسك بتنام أحسن، والجعجعة اللي كانت بتخليك رايح جاي على التلاجة دي بتهدى تماما. جسمك بدأ يلقط إن في نظام جديد بيحصل يا صاحبي. وبعد أول أسبوعين الفرق بيبان قوي. بتصحى من النوم حاسس إنك نمت بجد، بتلاقي نفسك مش بتضرب 3 كوبايات شاي عشان تفوق او قهوه. تهنيجة اللي بعد الغدا دي بتقل خالص، وده لان جسمك بدل ما يخزن الاكل دهون بدا يحرقه ويخليه طاقه ليك. من اليوم ال 15 لل 21 المشي بقى روتيني صاحبي، ما بقتش تفكر انزل ولا ما انزلش. بتلاقي رجلك بتاخدك وبتنزل لوحدك، بتطلع اي سلم وانت مش بتنهك كانك كنت بتجري من اسد. القوه هنا مش عضله دراعك كبرت قد ايه، القوه في ان جسمك بقى خدوم بيساعدك مش بيعطلك. وفي اخر الاسبوع الوجع والتقل ده كله اختفى، بس الاحساس الحلو فضل، احساس انك خفيف مش على الميزان لا، في الحركه بتاعتك. طب وشكلك؟ بص من الاخر مفيش معجزه حصلت، الكرش مصغرش فجاه ولا بقيت موديل، بس مشيتك اتغيرت، بقى فيها ثقه، وقفتك بقى فيها ثقه، نومك بقى نوم بجد. انا بدات التحدي كنت شايفه اي كلام، وخلصت بجسم بيتحرك من غير ما يوجعني، ودماغ اهدى واروق. مفيش صوره قبل وبعد هتخضك، مفيش عضلات هتنور في الضلمه يا صاحبي، بس في حاجه اتغيرت بجد: علاقتي بجسمي. والسر مش في الحماس، فكك منه. الحماس ده عامل زي الالعاب الناريه، بيعمل شو حلو في الاول وبيطفي. الاستمراريه هي اللي بتكمل معاك حتى في الايام اللي مالكش فيها نفس، هي دي اللي بتكسب في الاخر. لو حسيت ان الكلام ده لمس معاك حتى لو حته صغيره اديله لايك، ولو بتحب الكلام اللي على الارض اللي من غير فلاتر اشترك في القناه، وابعت الفيديو ده لصاحبك اللي عايز تبدا معاه الشهر الجاي. وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام.